الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فضيلة عضو الإفتاء بمنطقة جازان، فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن شامي شيبة، فضيلة مدير إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة بيش الشيخ عمر يحيى عارجي، فضيلة رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمسلية والمطعن الشيخ أحمد أبو دلاك، أصحاب الفضيلة منسوبي المساجد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شرفني فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي بالحضور بالنيابة عنه، وذلك لظروف سفره إلى الرياض لوفاة أحد أقاربه، وتعظم الله أجره وأحسن الله عزاه. كما نعتذر لكم أيها الإخوة منسوبي المساجد عن تأخر هذا اللقاء لظروف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة وإلقاء محاضرة في محافظة أحد المسارح. ويسرني أن أرحب بكم في هذه الليلة المباركة، ونبارك لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن شامي شيبة على ترشيح عضو للإفتاء بالمنطقة، ونسأل الله له التوفيق والسداد وأن يعينه على أداء هذه الأمانة. وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك نرحب بجميع منسوبي المساجد في قطاع بيش في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع صاحب الفضيلة عضو الإفتاء، والذي يبين فيه الشيخ دور الإمام والخطيب. وإنني أهيب بالجميع من منسوبي المساجد حضور مثل هذه اللقاءات والمحاضرات الدعوية ومجالسة علماء هذا الوطن الغالي، والأخذ من علمهم النافع الجم، والأخذ أيضا من المشايخ الموثوقين وطلبة العلم الذين من الله عليهم بالعلم النافع، لأن في مجالستهم دحر للبدع والشبهات ونشر للعلم والعقيدة الصحيحة السليمة. وهذا ما قامت عليه هذه الدولة المباركة على نهج سليم ومنهج أهل التوحيد، وما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولم تكن هذه المناشط الدعوية لولا فضل الله ثم ما ننعم به من أمن وأمان منذ أقامها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية. ومما لا يخفى على الأعيان الرسالة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتي أقرها ولاة الأمر وفقهم الله، هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوعية المسلمين بأمور دينهم، ونشر القيم الإسلامية الصحيحة وترسيخها، والعناية بكتاب الله طباعة وحفظا، وإقامة المساجد ورعايتها والعناية برسالتها، والإسهام في تحقيق التضامن والتكافل الإسلامي، وكذلك افتتاح مراكز الدعوة والإرشاد والمكاتب للدعوة والإرشاد، وكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين والتصدي لكل ما يثار حول الإسلام من شبهات. أصحاب الفضيلة أيها الجمع الكريم، لا يخفى على الجميع ما يكرره قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين في لقائه بالعلماء والمشايخ من توعية الشباب وتوضيح لهم الصورة الحقيقية لديننا الحنيف، دين الإسلام والمحبة والطمأنينة، دين الوسطية والاعتدال، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة وسطا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قيادتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
ولي عهده. كما لا يخفى أن نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي دائما يتابع ويحث الحضور مثل هذه اللقاءات مع منسوبي المساجد. وختاما أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمسلية والمطن على تنسيقهم لهذا اللقاء المبارك والذي يعد من ضمن برامج المكتب الدعوية. وكذلك أشكر أخي وزميلي مدير الأوقاف الشيخ عمر عارجي على جهوده في تنسيق مثل هذه اللقاءات، وذلك للرفع من مستوى المنسوبين والذي ينطلق منهم الدور العظيم والأمانة التي يحملونها في إمامة المصلين وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم. وأترك المجال لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن شامي شيبة لإلقاء المحاضرة، ولا أحب أن أنفرد من وقته، فأسأل الله أن يجزيه على ما يقدم في نفع لمنسوبي المساجد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لأشكر الله عز وجل وأثني عليه الخير كله، ثم أشكر القائمين على المساجد في فرع الوزارة بجازان، وفي هذا المكتب ببيش، وفي مكتب الدعوة بمسلية والمطعن، الذين اهتموا واعتنوا بالأئمة والخطباء. ذلكم أن الأئمة والخطباء هم الذين يوجهون الناس، وهم الذين يقفون أمام الناس في كل أسبوع مرة في الجمعة، فيوجهون الشباب ويوجهون الكبار ويوجهون الأمة إلى ما ينفعها. وهذه هي طريقة المسلم، أنه يسعى إلى ما ينفع أخاه. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، احرص، فقال احرص على ما ينفعك. ومن هذا المنطلق فإن علينا أن نكون حريصين على ما ينفعنا حقيقة، أن نحرص على الجوهر الحقيقي، لأن أمة مسلمة، لأن أمة أهل عقيدة صحيحة. ولذلك جاء الإسلام بالعناصر الأساسية، ألا وهي عقيدة سليمة، وعبادة صحيحة، ومعاملة عادلة، وأخلاق كريمة. هذا ملخص دعوة الإسلام في هذه العناصر الأربعة. ولا أحد يتحدث عن هذه العناصر، وإنما نتحدث أن هذا الدين العظيم جاء بالأمن العظيم. ولذلك فإن الإرهاب الذي هو الإخافة الذي ينتج عنه الخوف، لا يعيش الخائف مستقرا، بل يعيش قلقا، يعيش مهموما، لا يأتيه النوم ولا يرتاح له قلب. كيف يعيش آمنا وهو يخاف وهو يتهدد؟ وهناك عوامل كثيرة جاءت وأثمرت هذا الإرهاب الذي يتحدث عنه العلماء ويتحدث عنه الفقهاء، ويسعون في تحذير الناس منه. وهي عوامل كثيرة. إننا أيها الأحبة نعلم يقينا أننا لن نعيش مرتاحين إلا إذا كنا آمنين. ولذلك فالأمن
مما امتن الله به على عباده. قال تعالى عن قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن الذي لا يكون لأحد قبل كل شيء حتى يحقق التوحيد، فإن تحقيق التوحيد هو الأساس الذي يكون عليه الأمن، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الكثير: أريد أن أعيش الأمن كله، لأن هناك أمن مطلق وهناك مطلق الأمن. ما تحدث عن قضايا لغوية أو كذا، تحدث قضايا مبسطة أو في كلام مبسط. كل يعيش هذا الأمن بفضل الله عز وجل وبرحمته، ونحن نعيش في هذه البلاد المباركة ونتفيأ ظلال هذا الأمن العظيم. ما أسبابه؟ كيف حصل؟ كيف نعيشه؟ وعالم اليوم في كثير من بلاد العالم لا يأمن على نفسه في شارعه، ولا يأمن على نفسه في بيته، ولا يأمن على ولده، ولا يأمن على زوجه، ولا يأمن على سيارته، لا يأمن على ماله. كيف يتحقق لنا هذا الأمن إلا كما قلت أن نحقق أولا التوحيد بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وكلما كان أحدنا، تأمل هذه الجمل، وكلما كان أحدنا أكثر تطبيقا لشرع ربه كان أكثر أمنا، فوجد الأمن في قلبه ووجد الأمن على مستقبله. بعض الناس يقول الأمن إيش؟ أمن مستقبلي. شوف هذه القاعدة وادرس نفسك أمامها. كلما كان أحدنا أكثر تطبيقا لشرع الله عز وجل كان أكثر أمنا، وكلما كان أحدنا أقل تطبيقا كان أقل أمنا. ولذلك فالمسألة تنبع من داخلنا، تنبع من داخلنا. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما كان أحدنا معتنيا بهذا القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعتنيا بقلبه في عبادة ربه وفي إخلاصه لله وفي متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر أمنا في قلبه وكان أكثر أمنا على مستقبله. ولذلك قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: أولئك لهم الأمن الذين ولم يلبسوا إيمانهم، قالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ماذا فسر النبي لهم؟ قال: إن ذلك هو الشرك. ألم تنظروا إلى قول الله عز وجل في قول عبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك إذا أردنا أن نحقق الأمن الحقيقي فلا بد أن نحقق التوحيد في قلوبنا وأن نطبقه في نفوسنا وأن نعيش عليه في بيوتنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. أريد أنا وإياك أن نربي أولادنا على هذا القرآن وعلى هذه السنة العظيمة إذا أردنا أن يعيشوا آمنين
في دنياهم وفي آخرتهم كل على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد على هذه الفطرة، وفي لفظ على هذه الملة، ولكن الأبوين يتدخلان بالتربية في أن يجعلاه إما منحرفاً وإما أن ينميا هذه الفطرة، وهي فطرة التوحيد، ليعيش عليها الأبناء. ولذلك أولاً على الأسرة قبل كل شيء أن تعتني بأولادها، أن تعتني بذريتها بالتربية على هذا التوحيد، على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. لأننا إذا تربينا على هذا جاءت الأمور الأخرى. عرف أحدنا أنه يحرم أن يعتدي على الناس، أن يعتدي على الأخلاق، أن يعتدي على الأعراض، أن يعتدي على العقول، لأن الإرهاب الذي هو الإخافة يتكلم عن العلماء هو من تلكم الأنواع التي إنما نشأت لضعف الفقه في القرآن ولقلة الفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى أن هناك بعضاً من أصحاب المناهج التي وقع فيها الخلل، والتي تشجع على قتال المؤمنين، وتشجع على التعدي على المسلمين، والتعدي على أولادهم أو على منشآتهم أو على ممتلكاتهم. إنما أولئكم كانوا لا يفقهون القرآن ولا يفهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قرأوا القرآن، حتى وإن قرأوا السنة، لأنهم لم يتفقهوا فيهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول أهل العلم مفهوم المخالفة أن من لم يرد به خيرا فإنه لا يفقهه في الدين. قد يقرأ القرآن كاملا وقد يحفظ القرآن كاملا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن أقوام يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، وأن قال: وقراءتهم مع قراءتهم ليس بشيء، ولكنهم يمرقون من الدين ويخرجون من الدين، يعني كما يمرق السهم من الرمية. ما هو السبب؟ ما في فقه، ما عندهم فقه. وكيف نشأ الخوارج؟ قل لي بربك، ألم يأخذوا القرآن؟ ألم يتعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا أنهم ما فهموا النصوص، فأخذوا بعضا من جوانب النصوص وأهملوا الجوانب الأخرى. فلما تأمل معي، أخذوا بعض الجوانب، ما أخذوا الدين كله، أخرجوا الناس من الإسلام. يعني شوف لحد فين وصل، شوف الإرهاب لحد فين وصل. فأخرجوا المسلم من الدين وكفروه وأخرجوه من الملة واستحلوا دمه. المسلم أي إرهاب أعظم من هذا؟ التجني على دين الله عز وجل والتجني على المسلمين. وإذا جاب دليل من يجيب لك؟ قال لك من القرآن. ومنين؟ قال لك من السنة. أقول له تعال. أخذ جانبا وترك، أي نعم، فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا غيرها، ولم يعرفوا فقه النصوص. فكما قلت لك، أخرجوا الناس من دين الإسلام وأخذوا يستحلون دماء المسلمين
بل وصل بهم الحال أنهم قالوا لا يدخل الجنة، يعني ما هي الدنيا فقط، فكفروه في الدنيا واستحلوا دمه وقالوا إنه من أهل النار وأنه خالد مخلد في نار جهنم، مع أن النصوص قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء هناك فرق تقابل هذه الفرقة وتخالف هذه في الاتجاه المقابل، لكن أهل السنة والجماعة جاءوا وسطا كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هنا في الآية عند المفسرين هو العدل الخيار، فجعلك أمة وسطا أي عدولا خيارا، فهم وسط بين هؤلاء الخارجين وبين من كان مقابلا لهم. هناك من يقول إيش؟ أهل الإرجاء لا يضر مع الإيمان ذنب، فأفسق الفساق إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل. هذا راح في جانب ثاني. وهؤلاء قالوا إيش؟ إذا صدر خوارج منه كبيرة خرج من الدين وحل دمه، فإذا مات عليها بلا توبة كان خالدا مخلدا في نار جهنم. أما الفئة الثانية بالعكس، أما أهل السنة الذين هم وسط بين الأمم، وسط بين هذه الفرق، هم الذين أخذوا كل النصوص، أخذوها جملة مجتمعة، فقالوا إن الكبيرة أو إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإسلام إلا أن تكون مكفرة كسجود الأصنام إذا كان من نواقض الإسلام. أما إن لم تكن من نواقض كالزنا وشرب الخمر وما إلى ذلك فإن هذه الكبائر يضعف بها الدين ولا يخرج صاحبها من الإسلام، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذه خلاصة. هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. ولذلك ما موقفي وموقفك منه؟ عندنا العصاة كثير، عندنا أصحاب الكبائر يوجدون، عندنا أصحاب الذنوب، كنا ذلك الرجل نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لكن ما موقفي وموقفك منه؟ الخوارج جاءوا إليه يعني في هذا الزمان إيش سووا؟ تعدوا عليه وقتلوه في الشارع وتهجموا عليه في بيته واستباحوا دمه وأخذوا ماله. الفئة المقابلة قالوا لا، هذا مؤمن كامل الإيمان، لكن أنا وياك هل يحل لنا أن نعتدي عليه، أن نقتله؟ لأنه كما سمع في الحديث إيش؟ لا يحل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما غير ذلك فلا يستباح دمه. نعم. فجاء هؤلاء واستباحوا دماء المسلمين فتعقبوهم في الشوارع وقتلوهم في الأماكن أو تعدوا عليهم. أما أنا وإياك نقول لا، هذا منهج ما هو منهج خاطئ، بل إن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين
هناك من أهل العلم من كفرهم أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين. وهؤلاء الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قاتلوا مين؟ هل تعدوا على الكفار؟ على المسلمين. وفي بلاد المسلمين حتى أصبح المسلم لا يمنع نفسه منهم. أما أنا وإياك أمام هذا العاصي فإننا نتعامل معه بأن نعطيه ما أوجب الله له، وهو أن نحبه بقدر ما يحمل من طاعة لله. هذا يجب، هذا حق من حقوقه. بل يجب، تأمل هذه المعاني، هذا يكرهونه ويعتدون عليه ويسيلون دمه، لكنه يكشف واجب علينا أن نحبه بقدر ما عنده من طاعة وإيمان، وأن نحب له، تأمل هذا المعنى، ما نحب لأنفسنا. الله أكبر. وهذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس اليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك تأمل هذه المسألة: فإن أحب أحدنا لنفسه أكثر مما يحب لأخيه كان فاسقا، كان ناقص الإيمان الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليه. لو إذا فهمنا هذه المعاني عرفنا هؤلاء الأعداء الذين يتعدون على المسلمين. نحن ندخل فكرة أنهم أعداء، أنهم أعداء لدين الله، أنهم أعداء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أنهم أعداء للمسلمين. فهؤلاء أعداء يجب أن نبغضهم في الله، ويجب أن نتصدى لهم وأن نحذر منهم، وأن نربي أبناءنا وأجيالنا ومن كانوا في مساجدنا على معرفة هؤلاء، وبضدها تتميز الأشياء. فإن أحد إذا عرف هؤلاء وعرف مكرهم وكيدهم الإسلام علم أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، حتى وإن قرأوا القرآن، حتى وإن تغنوا بالقرآن، لأن القرآن لم يؤثر فيهم حقيقة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني وين؟ ما وصل فين؟ القلوب. نتكلم على منهج، فهم هذا المنهج. لما أتكلم على فلان وفلان، على منهج تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وقاموا ونشأوا في عصر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذكر علي لما قتلوا فيهم المخدج. نعم، ما أطيل بالنعم، لكن أتكلم على أننا نريد أن نوعي الناس أن هؤلاء أعداء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأعداء لي ولك، فهم يخرجوني وإياك من الدين، وهم يستحلون دماءنا وأموالنا، وينظرون إلى المسلم الذي عنده معصية. من يخلو يا أخوان؟ من يخلو من الذنب؟ كلكم خطاء، يقول عليه الصلاة والسلام، وخير الخطائين التوابون. من الذي لا يذنب؟ من الذي لا يقع في الذنب والمعصية؟ نعم، ولكن الله هو الذي يسترني وإياك. نعم. وإلا فكم عندنا من الذنوب، كم عندنا من الخطايا، كم عندنا من المعاصي. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلل. لكن كما قلت، إذن
نريد من الأئمة ونريد من الأسر ومن أولياء الأمور أن يتنبهوا لهذا الخطأ، وأن يعرفوا أولادهم وأن يعرفوا من عندهم في المساجد عن هذه الطوائف أو هذه الطائفة التي تحارب الإسلام باسم الإسلام. يحارب ما يقول لكم، يقول لك قال الله واضح، لا يزني الزاني قال وهو مؤمن، يقول لا قال إذا زنى قال ما خرج من الإسلام. هل يزني خرج من الإسلام؟ المرأة التي زنت ألم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يصلي على ماعز في بعض الروايات عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل عليه الصلاة لرجل غفر الله له إلا ليديه؟ رجل مات وكان قد إيش اعتدى على يديه، فقال رأيته إلا ليديه، ثم قال رسول اللهم وليديه فاغفر. وأحاديث كثيرة، وما أتكلم عن الموضوع، أحاديث يوم القيامة وإخراج من النار من كان في قلبه إيش أدنى مثقال ذرة من إيمان، أمر النبي إيش يؤمر أن يخرجه من النار عليه الصلاة والسلام. بل إن هناك أقواما من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان يعذبون في النار حتى يصبحوا كالفحم، يعني محروق، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما قال، ثم يدخلون الجنة. ولذلك نريد كما قلت التوعية بهذا الموضوع والعناية به، وإيش إعطاء يعني على أقل المثقفين وتثقيف طلاب العلم أن هؤلاء أعداء، وأن هؤلاء ينخرون في الأمن الذي تعيش به البلاد ويعيش عليه العباد. إذن عندنا الأمن يبدأ أولاً من تحقيق التوحيد، من تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. ثانياً تحكيم الوحيين، حكم القرآن في حياتك، حكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القرآن هذا خذ منهج في حياتك، خذ منهج النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك، لا تلقف من فتاوى القنوات. كم قناة الآن تفتي؟ وكم قناة فيها ما هب ودب؟ وكم مواقع الانترنت اللي فيها ايش ما هب ودب؟ وكم من أصحاب الأهواء. سبحان الله، أسمع بعض ما يتكلم ممن قد يكون محسوب على العلم، ما أقول عالم، لكن عند أناس محسوب، فيتحدث ويأتي بالطوام ويفسر النصوص تفسيرات خاطئة ليست على تفسير السلف الصالح، وإنما على تفسير أهل الأهواء. ولذلك لابد أن نأخذ كما قلت هذا القرآن وهذه السنة. كثير منا يقول يا أخي وأنا ما عرفني، كثير نقول راجع من ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما فهمت؟ أشكل عليك؟ نعم، لأن الآن في عصر الفتن كثيرة، وكما قلت لك هذا يتكلم في قناة، وهذا في موقع، وهذا في مجمع، وهذا في راسه كلام يبغى يقوله، انت معي ها؟ وهذا وأنت الآن أمام عالم كل يتكلم
كل يقول أنا نعم، أنا وأنا نعم، لكن عندنا ضابط إلى الرسول وإلى من؟ الرد إلى العلماء، رد فهم النصوص إلى أهل العلم. وإذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر ما قال يسألوا الجهال، أو واحد توله في العلم شيء بسيط أصبح خلاص يتربع وأصبح إيش؟ يتكلم ويصبح أنا العالم، ويصبح أنا الفقيه، ويصبح أنا نعم الأصولي، وأنا نعم، وهو لا يعرف، لا يفهم القرآن ولا يعي نص القرآن، بل تجده يقرأ في القرآن آيات يقف وقوف محرمة. نعم، ما أبغى أضرب أمثلة، بس يقف وقوف في الآيات محرمة. إذا لابد أن أمام هذا الزخم وأمام هذا الإعلام وأمام هذا العالم المليء بالفتن، وقد قال عليه الصلاة والسلام أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر مثل المطر. كيف اليوم؟ فتن كقطع الليل المظلم، يقول عليه الصلاة والسلام يمسي رجل مؤمنا ويصبح كافرا، وبالعكس. نعم، لما إيش الفتن تنهال عليه، والشبه التي تلقى عليه، نعم، شبه والأهواء التي تلقى عليه، لكن إذا تصدى لها العلماء فندوا هذه الشبه وردوا هذه الشبه. إذن لابد أن نرتبط بالعلماء، فالعلماء يقررون الشريعة. تأمل هذا المعنى. والأمراء يطبقون الشريعة. مثل الجملتين هذه، العلماء يقررون ويوضحون ويبينون هذه الشريعة. هذا هو الحق، وهذا باطل، وهذا الحكم الشرعي وهذا لا. والأمراء يطبقون وينفذون. لكن نحن نعيش الحمد لله في خير، نعيش إيش؟ في هذا الأمن العظيم، لأن الأصل قائم، وهو تطبيق ماذا؟ تطبيق الشريعة. تطبيق إيش؟ هذا الأصل قائم، تطبيق الشريعة، تطبيق الوحي، تطبيق هذا القرآن، تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق المنهج الحق عقيدة وعملا وأخلاقا وسلوكا. لذلك ينبغي أن كما قلت نعود إلى هذين الوحيين وإلى فهمهما، لأن فهمها على نوعين: أن نفهمهما على منهج السلف كما قلت لك، وهو المنهج الوسط، لأن في مناهج مخالفة، منهج قال لك إيش؟ خارجي، منهج معتزلي، منهج أشعري. نعم، لا، على منهج السلف الصالح الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام، ثم قرره علماؤنا الربانيون الذين آتاهم الله فهم القرآن، الذين يستنبطونه فيرد إليهم. علماء عندهم علم أصول الفقه، عندهم علم القواعد، عندهم علم نعم إيش؟ الجمع بين النصوص، الترجيح بين النصوص. نعم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يقرأ هذه الأمور إذا كان يبغى يكون عالم حق. نعم، وأن إيش؟ ينظر إلى العلماء هؤلاء وأن يأخذ عنهم وأن يطلع على كتبهم. فنريد إيش؟ أن نسعى إلى تطبيق هذين الوحيين. يقول الرسول تركت فيكم إيش؟ لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لما تمسك بهذه الوحيين خلاص هذا يرتاح، لا يضل أبدا. وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعض الناس لجهله يقول والله هذه المسألة ترى المشايخ ما عندهم عنها خلفية. يعني أنت عندك خلفية،
ترى المشايخ نعم كثير موجود، ترى المشايخ مساكين ما عندهم عن هذه المسائل، هذا ما يعرف هلا فلان وفلان جيب لي قول لي منهم لا حقك. يعني أنت الآن تتهم الدين، هذا ترى اتهام للدين، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة على الحق، يعني تعرف الحق وتبينه وتدل الناس عليه. ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا خطأ. مسائل علمية اعتقادية أو مسائل عملية فقهية بالمشايخ ما يعرفونها. من اللي تعرفها أنت؟ قل له مشايخ إيش؟ هذه الأمور ما عندهم. مشايخ معناها أنت الآن اتهمت الدين أن في هذه الحقبة أو في هذا الزمن ما فيه قائم إلا بالحجة، مع أن العلماء قائمون لله بالحجة في كل زمان حتى تقوم الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذا لابد أن نعتني بنصوص الوحيين، وأن نعتني بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى العلماء المحققين. يعني مثلا الآن هيئة كبار العلماء عندك فيهم علماء يا إخوان ما هم بسيطون، علماء محققون، علماء على درجة نعم من العلم ومن الوعي ومن الورع ومن النصح للناس، نصيحة صحيح. يعني الإنسان يترك عنه يتخبط مع أولئك قلت لك في قنوات أو كذا وكذا كلام فارغ. هؤلاء يسعون أهل الأهواء إلى الزج بالمجتمع في الحروب والزج به في القتال وإلى إشاعة الفوضى بين الناس وإلى زعزعة الأمن في كثير من البلاد. انظروا في كثير من بلاد العالم اليوم اللي وقعت فيها حروب وقعت فيها مشاكل، من يأمن على ولده؟ والله ما تأمن. يقول لي واحد قال والله سيارتك عندنا ما تأمن عليها، يشلونها بالليل. بقول والله بعضهم ولدي يخرج كلمني إني مقلق حتى يعود، يمكن ما يعود، وزوجة تخرج يمكن ما تعود. ولذلك احمد الله نعم. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على هذا الأمن كما قلت قبل كل شيء. وقبل إيش كل شيء؟ التوحيد، العناية بنصوص الوحي القرآن والسنة، الرد إلى العلماء، التحذير من هؤلاء أهل السوء. حذر منهم، حذر أبنائك، حذر إيش إذا كنت إمام مسجد من هؤلاء. إذا عرفت يعني أن هناك من إلى هذا المذهب أو حتى عندك شيعة الآن، ينبغي أن نحارب هذه الأمور التي تسعى لخلق بالأمن، سواء قلت على الأجساد أو على العقول أو على الأعراض، وأن نوعي الناس بأن هذا ليس من الدين، وأن هذا إما أن يكون من أمور الجاهلية وإما أن يكون قادما إلينا من أعداء الإسلام. لأن هناك الكفار الآن، هاي الكفار يحبون ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد يكون لهم عملاء نعم يجعل للناس أفكار ويصدرون الناس أفكار ونعم ويسعون إلى زعزعة الأمن في كثير من بلاد العالم نعم. فهؤلاء الكفار نعم ينبغي أن نعرف أنهم عدو أيضا، وقد قال تعالى إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا. وهذا من إيش؟ من دين الإسلام ومن أصوله وقواعده، وما يسمى مبدأ الولاء والبراء، المؤمنين والبراء من الكافرين وعداوة الكافرين. ولا يجوز أن نجعلهم أصدقاء، نقول والله أصدقاء، والله قد قال سماهم إيش؟ سماهم عدو.
فلا أقول يعني فلان هذا صديقي أو فلان نعم يريد أن ينفعني، حتى وإن تكلم بلسانه لكن في قلبه من الحقد ومن البغضاء للمؤمنين. ولذلك يصدرون لنا إيش في القنوات؟ إيش يعطونا شيء ينفعنا؟ لا والله، يصدرون كل بلاء. الحبوب من أين تجي؟ المخدرات من أين تأتي الآن؟ الأسلحة التي تعطى للمخيبين مثلا من أين تجي؟ منهم. فلا بد أن نعي هذا وأن ننبه المجتمع على هؤلاء، نعم، وأن نحارب هذا حربا حقيقية، نعم. فلا نجاملهم ولا نسكت عليهم، بل نحاربهم. وعندك أهل المخدرات الآن، بعض الناس الآن جنبه يبيعون مخدرات، هل بلغ عنهم؟ قال والله ما لي دخل. أليس هذا هدما لعقل ولدك وللأمة؟ نعم. هذا إذا أصبح فاقد العقل تعدى على ولدك وتعدى عليك يتعدى حتى على أمه ليفعل فيها الفاحشة. يعني جو ناس، جو حريم تشتكي من أبيها، يستعمل حبوب، يبغى يفعل فيها. أي إرهاب أيضا إيش يوازي أو إيش هذا الإرهاب. إذن عندنا الإرهاب ليس خاصا فقط بشيء معين، الإرهاب التعدي على الأصول الكلية. الجملة مختصرة: الأصول الكلية في الإسلام، المحافظة على الأنفس يسموها القواعد، المحافظة على العقول، المحافظة على الأعراض، على الأموال، الأنساب، حتى لا تختلط المياه. نعم. لماذا حرم الإسلام الزنا؟ تختلط المياه، الأنساب تختلط. لماذا شرع الإسلام القاطع في السرقة؟ لماذا شرع الرجم؟ لماذا؟ نعم، كلها لحكم. ولذلك هذه الحدود شرعت لمقاومة الإرهاب. شوف لماذا الحدود شرعت؟ لمقاومة الإرهاب المحرم الذي جاءت الشريعة لتحاربه، وجاءت لتدفعه، وجاءت لتجعل حواجز بين المسلم وبين الوقوع فيه. نعم، سواء كان حربا على العقول أو على أعراض بني آدم، نعم، المسلمين، أو على أموالهم، نعم، أو على بيوتهم، أو على ممتلكاتهم، أو حتى لو كان على الأمور العامة للمسلمين. هدم الشوارع، يهدم كبري لمن هذا؟ مو المسلمين. ولذلك الإسلام جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الملاعن. إيش يعني؟ أصحابها يلعنون. البراز في موارد المياه والظل والطريق. ولذلك هذا الذي يعتدي على المسلمين آثم. حتى يعني أعطيك مسألة بسيطة جدا يراها الناس: لو ترك بالوعته تصب في الطريق، ترى هذا تعدي على الناس وداخل في الملاعن ويلعنه الناس. نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى من أوقف سيارته في الطريق العام، ويتكلم هذا الشيخ الفوزان يعني حفظه الله. نعم. فعلينا أيها الأحبة أن نعتني كما قلت لك بالأمن بكل ما تحمل هذه الجملة. والحمد لله عندنا يعني إيش الحكومة تحارب إيش؟ تحارب التعدي على الناس، التعدي على العقول، أصحاب المخدرات. فنضع أيدينا في يدها في هذا المبدأ ونقوم متعاونين. نعم، يعني راعي ورعية يتعاونون على إيش؟ كبت هذا البلاء وعلى نجاة الناس من هذه المصائب ومن هذه الفتن. وأن إيش؟ يحرص الإنسان على العودة إلى الله أمام هذه الفتن، وإلى القرآن، وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت لك الفتن الآن كثيرة، الفتن الآن عظيمة جدا. نعم. ولذلك أخبر النبي أن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا أو عودا. فالقلب إذا أشربها نكت فيه نكتة سوداء،
حتى يصبح إيش؟ مغباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لكن إذا جاء القلب أنكرها على طول. نعم، حتى أصبح إيش؟ مثل السراج يزهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن ننظر في قلوبنا، وأن نحارب هذه إيش؟ المحرمات، وأن نحارب هذا الفساد. وما انتشر هذا الفساد إلا بسبب الذنوب. ظهر الفساد والبغي بما كسبت ليذيقهم بعض الذي ما قال كله، ثم قال لعلهم يرجعون، عشان نرجع إلى الله عز وجل، عشان نعود إلى الله عز وجل. فالله أيها الأحبة، وذلك أئمة المساجد عليهم جزاهم الله خير وحيهم بهم أن يعتنوا بهذا الجانب. ومن الهامة في حقهم أن مثلا أن يتعاهدوا المصلين بين الفينة والفينة. يعني يتعاهد المصلي عندك بكلمة واضح، تحذير من سوء، دل على خير، اقرأ عليهم من كتاب. الآن في كتب موجودة الحمد لله، كتب مثلا إيش؟ من كتب العلماء المحققين، كتب مفيدة، كتب في العقيدة، كتب في التفسير، كتب في الأخلاق، كتب في الآداب. نعم، قرب الناس من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يا أئمة المساجد فهموا الناس القرآن. شوف الجملة هذه، كثير من أئمة المساجد الآن ما شاء الله عليه يقرأ عنها من جزء عام، لكن بالله هل شرح لها يوما قل أعوذ برب الفلق؟ هل بينها لهم هذا؟ هل شرح لهم قل هو الله أحد أنها تعرف القرآن؟ ولذلك كثير من الناس يسمعون القرآن ما يدومهم، أميون، يسمع ما شاء الله وتوكل على الله. لكن نريد من أيام المسجد، لو كان يا إخواني، لو كان الأجزاء الثلاثة، العشر الأخير، كل يوم تقرأون 3 آيتين 3 آيات وتفسرها لهم بأسلوبك أنت، يعني بأسلوب مبسط، بأسلوب سهل جدا، تستنبط الدروس لهم. نعم، يخرج الواحد مستفيد. ثانيا، عرفهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. ترى كثير ناس ما يعرفونه. عرفهم هذا النبي، عرفهم أخلاقه، عرفهم آدابه، عرفهم حياته عليه الصلاة والسلام. احنا نزلنا كتاب، أظن يمكن عندكم يا شيخ أحمد، السيرة النبوية، نزلنا 330 درس في السيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، يعني درس. وفي كتب أخرى غير هذا، لكن أقول لك هذا نموذج احنا نزلنا، حاولنا محاولة بسيطة، درس كل يوم في السيرة من حياته، 4 دقائق 3 دقائق. فلا تحرم نفسك رحمك الله. عرف هؤلاء نبيهم عليه الصلاة والسلام. بعضهم ما يعرف نبيه، لو تقول له نعم عن مولده، أنا ما أتكلم عن مولد حق الصوفية. طيب هل المولد في درس ولا في درس؟ في دروس المولد؟ من يعطينا درس في دروس المولد؟ من يعطينا درس من دروس المولد؟ هذا كنا في كتابنا أول درس مولده عليه الصلاة والسلام. أول ولد متى هو؟ يوم من الدروس، صوم يوم الاثنين، قال ذاك اليوم ولدت فيه، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام. على كل نتكلم، أقول عرفوا هذه الأمة برسولهم عليه الصلاة والسلام، برحمة رسولهم عليه الصلاة والسلام، بوقوف هذا الرسول أمام كل من يريد بالأمة سوء. ترى الرسول كمدافع عن الأمة، كل من أراد بها سوء حذر منه. نحن ينبغي أن نعيش على هذا المنهج، كل من أراد سوء بالأمة حذرنا منه ووقفنا ضده. نعم، فقرب الناس من منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، دقسهم أخلاقه، دقسهم الرسول في بيته، الرسول في طريقه، الرسول في كلامه، الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام، معاملته عليه الصلاة والسلام، شفاعته عليه الصلاة والسلام، أمور كثيرة في حياته عليه الصلاة والسلام. فالله أيها الأحبة أئمة المساجد جزاكم الله خير. نعم، أيضا استقطبوا طلاب العلم في دروس في المسجد، يعني مثلا كتاب توحيد، كتاب في العقيدة، كتاب في الفقه. نعم، واهتموا بتعليم الصلاة، بتعليم الصلاة. يعني احنا نبغى إمام المسجد أول شيء يكون فقيه، يكون ما شاء الله له في الصلاة ما له نظير، فقيه. نعم، ثم يعلم من كانوا عنده،
أنت جاي تصلي. بعض الناس والله يا إخوان حتى يقول استو ما عند الصف. التسوية لها سنن، والتسوية الأصل أنها واجبة عند أهل العلم، هذا القول الصحيح خلاف المذهب. المهم المسجد أنت يا أخي تراك عندك أمور كثيرة من عند غيرك، بس ما نتكلم بأي كلمة، يطلب منه ترخيص الإمام يقرأ عليه من أي كتاب، يطلب منه ترخيص إمام المسجد أبدا. أنت وإذا كثير من الناس يعتبر المسجد هو المفتي وهو الشيخ وهو العالم وهو كذا، وإذا عنده مسكين حاجة شكى عليه قال كلم الجماعة يهبوا لي سف القفة. المهم خليك أنت يا المسجد. نعم صحيح مسكين أنا، خليك يمنع هذا ما يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وفد كانوا مكتب النماء، كلام ما أتكلم في هذه البرامج يعني، لا تقول لك كلام محتاج كلمه، إيش ينقص عليك؟ قول ساعد أنت لو كان بكلمة نعم أو بشيء بسيط. نعم اعتني بأولاد الحي، اعتني بنساء الحي. محلنا رسالة أظن كتبناها لكم ما جتكم، رسالة إلى إمام المسجد وأنا أرسلتها الوزير إلى نعم قديمة أرسلتها، ورسالة إلى إمام اسمه إلى خطيب المسجد، ورسالة إلى مؤذن المسجد. يعني إيش بعض الآداب التي يعتني بها في المسجد، ونعم وكيف يعتني بالمسجد نعم كما اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام. على كل أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم دعاة إلى الحق، وأن يجعلنا واقفين ضد من يريد أن يسيء الإسلام أو إلى أهله أو إلى مواطنيه من كبار أو صغار، وسواء كان أراد أن يسيء الأبدان أو إلى العقول أو إلى إحدى الكليات الخمس. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يديم علينا أمننا نعم حتى نلقى الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.